تعرف ان الفطريات اللي حولت البني ادمين لزومبي في مسلسل ذا لاست اوف اس موجوده في الطبيعه؟ لاست اوف اس اصلا كانت لعبه وخدتها شركه اتش بي او حولتها لمسلسل. قصه المسلسل بتدور حوالين جول اللي عايش في عالم متدمر تماما، ده بسبب انتشار فطري اسمه اوفيو كورديسيبس حول البني ادمين لكائنات مفترسه. مؤلفين المسلسل قالوا ان هم استوحوا القصه دي لما كانوا بيتفرجوا على فيلم وثائقي. الفيلم الوثائقي ده كان عن النمله دي اتصابت بالفطر اللي احنا بنتكلم عنه ودخل جواها ودخل جوه دماغها وسيطر على دماغها وحولها لزومبي. الفطر ده فضل ياكل في جسم النمل، بعد كده اطلق كميه كبيره من الجراثيم عشان تصيب المستعمره كلها. العلماء لحد النهارده اكتشفوا 35 نوع من الاوفيوكورديسيبس بيتطفل على الحشرات ويسيطر على عقولها. قالت العالمه دي بيكر الاستاذه المساعده في قسم علم الاحياء بجامعه اوتريخت في هولندا ان كل نوع من انواع الاوفيوكورديسيبس بيسيطر على نوع حشره معين. يعني مثلا النوع ده بيسيطر على النمل بس، والنوع ده بيسيطر على الناموس بس، وما ينفعش النوع اللي بيسيطر على النمله يروح يسيطر على الناموس، ولا النوع اللي بيسيطر على الناموس يروح يسيطر على النمله. وطالما الفطر ده ضعيف لدرجه ان هو ما بيقدرش يتنقل من عاقل لعاقل اخر، يبقى مش هيقدر ان هو يتنقل للانسان. بس ما تطمنش قوي، في مسلسل لاست اوف اس قال انه تغير المناخ هو اللي حفز الفطريات دي على انها تقدر تتكيف مع درجه الحراره العاليه وتهاجم الانسان لان جسمه سخن. وللاسف الكلام اللي احنا بنقوله ده بينطبق على نوع من انواع الفطريات المعديه. كناديا قرايس تم اكتشافه 2009 في 30 دولة. يعني يا باشا كده كل ما العالم ازداد احترار، يعني درجة الحرارة زادت، وقدرت الفطريات دي انها تتكيف مع درجة الحرارة العالية، ووصلت درجة حرارة تكيفها دي مع درجة حرارة الإنسان أو أعلى من درجة حرارة الإنسان، هتهاجم الإنسان عشان هو هيبقى عاقل مناسب ليها. يعني ممكن تحصل جائحة تانية زي جائحة كورونا. والأنح بقى إن علاج الفطريات صعب جدا، أصعب من الالتهابات البكتيرية، وده يا عزيزي كده تهديد جديد من تغير المناخ. سيب لنا كده في الكومنتات ايه اكتر فيلم او مسلسل خيال علمي اتفرجت عليه بس حاسس ان ده ممكن يحصل في الطبيعة او ممكن يحصل في المستقبل اللي جاي. بس كده خلاص، شكرا.